الجمل دي هتبين لك ان احنا كان عندنا مشكله في ودنا. كان يا مكان يا سعد يا اكرام، مين سعد واكرام؟ وبتنده عليهم ليه؟ هما الاثنين دول بس اللي هيسمعوا الحكايه؟ طب باقي الشعب؟ انا ما كنتش عايزه افاجئك، بس هي طلعت كان يا مكان يا ساده يا كرام. من علمني حرفا صرت له عبدا. انت عارف احنا كده كنا هنبقى عبيد لكام مدرس في كام ماده؟ انا ما كنتش عايزه افاجئك برضه، بس هي طلعت من علمني حرفا صنت له عهدا. اسال مجرب ولا تسال طبيب. يعني الراجل يبقى طالع عينه في كليه الطب 7 سنين عشان انا في الاخر ما اسالوش؟ ده ايه الذل ده؟ انا ما كنتش عايزه افاجئك، بس هي طلعت اسال مجرب ولا تنسى الطبيب. ابعد عن الشر وغني له. طب انا بعدت عن الشر، المفروض اني اهرب بقى، انما اقف اغني له ليه؟ يا عم انا ما كنتش عايزه افاجئك، بس هي طلعت ابعد عن الشر وقني له، يعني احفر قناه بينك وبينه. انا كافي خيري شري. هو مين بيودي على فين؟ ايه اللخبطه دي؟ انت مصمم برضه، بس انا ما كنتش عايزه افاجئك. هي طلعت اصلها انا كافي غيري شري. طور الله في برسيمه. اشمعنى الطور؟ ما ربنا خلق الحمار والحصان كمان وكل الحيوانات. والله انا ما عايزه افاجئك، بس هي اسمها طور لاهي في برسيمه، يعني طور مشغول في الاكل بتاعه. كتر السلام يقل المعرفه. انت متاكد يا ابني؟ يعني انا دلوقتي لما اشوف حد اعرفه ما اسلمش عليه علشان احافظ على علاقتي بيه؟ امال لو عايزه اقطع معاه هعمل ايه؟ انا ما كنتش عايزه افاجئك، بس هي طلعت كتر السلام يجل المعرفة، يعني يعظمها. طب يا سيدي كتر ألف خيرك. لا هي كتر ألف غيرك، بس أنا ما كنتش عايزة أفاجئك.